اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقاتنا من كلام بروكرز. خليني اعرفكم الاول، احنا معانا ضيف البرنامج استاذ احمد عزيز. احمد عزيز عشره عمر وسنين طويله، من الاشخاص القليلين اللي انا اي تراست هيم في مجال العقارات، حتى انا نفسي بلجأ له ساعات في اي استشاره. احمد ازيك؟ مرحبا يا مصطفى، ازيك؟ انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، ويعني سيم هير نفس الفكره. انا بثق فيك جدا وفي رايك، وكتير ساعدتني في حاجات. مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه، وان شاء الله كل الاسئله اللي هنسالها وكل المناقشات اللي احنا هنفتحها تبقى مفيده ليكم. خليكم معانا وراجعين لكم. اهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم. خليني اعرفكم نظام البرنامج بتاعنا. احنا بنختار اكتر اسئله بتجيلنا، وكل حد فينا بيسال التاني سؤال هو وحظه. خلينا نشوف اول سؤال جه لينا النهارده. السؤال الاولاني بيقول: ايه الطريقه الافضل للاستثمار في العقارات؟ وايه العناصر اللي لازم المستثمر يدرسها كويس عشان يقدر ياخد القرار الصح قبل ما يستثمر؟ سؤال حلو قوي، يبدو ان هو بيسك قوي. بس سؤال فيه لا، كلام هو متوضح، فيه كلام كتير. مبدئيا خليني برضو اقول لك على حاجه. انا ما اعرفش طبيعه البرنامج عندك ازاي، بس انا هنا مش عشان اقول للناس روحوا المشروع الفلاني وما تروحوش المشروع الفلاني، او اعمل دعايه لبروجكت معين او خالص. انا اذا جاي هنا البرنامج فانا جاي عشان همي ان انا مبسوط ان انت عملت حاجه تثقف الناس، تعلم الناس ازاي يبداوا يستثمروا في العقارات بشكل علمي اكتر. فهنتكلم عن عناصر وعوامل تكون متوفره في مشروع، او نتكلم بشكل عام، مش هنخصص الامور. السؤال بيقول ان ايه الطريقه الافضل للاستثمار. خلينا نتكلم ان اي انفستور داخل الماركت هو عينه على حاجه من اتنين: يا اما الكلاينت اللي بيدور او الانفستور اللي بيدور على السكيورتي بيز، على حاجه تكون بتعمل باسيف انكم كل سنه وتكون معدل المخاطره فيها مش عالي، او على الناحيه الثانيه في عندنا الانفستورز اللي بقلب جامد، اللي بيدور على الاوبورتيونيتي بيز، اللي هو عاوز حاجه في خلال شورت تيرم 6 شهور، سنه، ماكسيموم سنتين، يعمل بالك اماونت، يعمل بريميوم كويس، ويخرج من الماركت او يخرج من الانفستمنت ده ويعيد يعمل ري انفست في حاجه ثانيه. فلازم الاول الانفستور اللي داخل الماركت يحدد هو هيقف في انهي سايد. هو عاوز الحاجه السكيور اللي تعمل له باسيف انكم كل سنه، ولا اللي عايز الحاجه اللي هي الاوبورتيونيتي. في كل الاحوال انا بشوف ان في عنصر مهم جدا ناس كتيره قوي بتغفله في حته انفستمنت، الا وهو البيمنت بلان. لان البيمنت بلان للانفستور اللي داخل عاوز باسيف انكم مهم جدا، وللانفستور اللي داخل بيدور على اوبورتيونيتي مهم جدا. لان في النهايه انا لو باخد بروبرتي عشان اجرها، فانا لما يجي لي الايجار على 50% من المبلغ اللي دفعته، او 60% من المبلغ اللي دفعته، او 70% من المبلغ اللي دفعته، كل ده مفيد ليا اكتر، احسن ما يجي لي نفس المبلغ على 100%. كذلك الاوبورتيونيتي، الشخص اللي بيدور على انه هو يعمل بريميوم من وراء العقار في خلال 6 شهور او سنه، برضه لما يجي لي ليتس سي 200,000 300,000 على نص المبلغ اللي دفعته، سواء هو مليون او اكتر او اقل، احسن ما يجي لي على المبلغ كله. حتى في الحاله دي انا اقدر اقسم الانفستمنت بتاعي على اكتر من عقار. فالبيمنت بلان مهمه جدا. العناصر اللي لازم يدرسها: سمعه المطور، اللوكيشن بتاع البروبرتي اللي بياخدها. يعني لو هو مثلا سكيورتي بيز، لازم يروح على منطقه تكون هاي ديماندد في الايجارات، منطقه تكون مرغوبه، زي اسامي كتير زي جي في سي، زي بزنس باي، زي حاجات كتيره جدا معروف ان دي تريد مارك كل الناس بتدور انها تسكن فيها. حاجه ثانيه ديفلوبر نفسه، لان هو يهمه جدا ان الناس تكون بتدور انها تسكن في البيلدينجز بتاعت الديفلوبرز دول، يكون فيها امينيتيز كويسه، يكون الصيانه بتاعتها كويسه، يكون الرنتابيلتي بتاعتها عاليه. لان النهارده العقار ده لو اتاجر سنه وبعد سنه قعد شهر ما يتاجرش، واتاجر بعدها سنه وقعد شهرين ما يتاجرش، انا هنا كانفستور بخسر. فالرنتابيلتي او امكانيه الايجار او نسبه الاشغال، الاوكيبنسي ريتس بتاعه العقار مهمه جدا جدا اللي بيدور على الباسيف انكم. بالنسبه للناحيه الثانيه اللي بيدور على اوبورتيونيتي، مش مهم انها تكون منطقه مرغوبه جدا للايجار، لان هو مش هيستنى للايجار. هو تكون منطقه بروميسنج، منطقه تكون يعني بالعربي زي ما بيقولوا واعده، منطقه لسه جايه هيبقى عليها طلب في المستقبل، او منطقه تكون معروفه مثلا بانها بافريج معين من الكواليتي، وفي ديفلوبر راقي جدا راح عمل بروجكت هناك، فهيبقى حاجه يونيك قوي موجوده. ده اللي يدور عليه الاخ بتاع الاوبورتيونيتي بيز. زي ما قلنا اللوكيشن، زي ما قلنا البيمنت بلان. طبعا السعر ده اكيد ما موجود، بس في النهايه كل سعر له، او يعني كل بروبرتي لها سعر، اكيد في ابريشيشن معين هيحصل وار او اي هيحصل. سمعه الديفلوبر، ميعاد التسليم، كل ده حاجات بتاثر كتير على اتخاذ القرار. يعني ده في عجاله اقدر اقول لك ببساطه جدا دي العوامل الاساسيه اللي يقدر يخلي باله منها. سؤال لمصطفى: طيب بشو تنصحني؟ اشتري استوديو ولا شقه ولا فيلا ولا
محل ولا مكتب؟ يلا ادينا النصيحه. بص، الاجابه على السؤال دي مفيش اسهل منها، على حسب البادجت بتاعتك وعلى حسب الخطه الاستثماريه بتاعتك. على حسب البادجت بتاعتك هنعرف ناخد استوديو ولا شقه، استوديو صغير بسعر صغير ولا شقه كبيره او فيلا كبيره بسعر كبير، ده على حسب البادجت. وعلى حسب الخطه الاستثماريه بتاعتك، انت عاوز ايه الخطه من الاستثمار. عاوز تشتري عشان ايه؟ عشان تسكن ولا عشان تستثمر وتعمل اعادة بيع ولا عشان تستلم وتأجر؟ بس لازم السؤال ناقص معلومتين: كام البادجت اللي بناء هنحدد عليها هناخد يونت صغيره ولا يونت بسعر كبير، والخطه بتاعتك انت عاوز تشتري عشان ايه، عشان بناء على اقول لك الاجابه. الاستوديو لو في الاستثمار، الاستوديو احسن من الغرفه وصاله، والغرفه وصاله احسن من الغرفتين وصاله لو استثمار. لو بنشتري عشان نستثمر، لو البادجت مفتوحه معانا اقول لك خد فيلا. الفيلا بتعمل كابيتال ابريشيشن. الفيلا اللي عملت 100%. فاكر فيلا الفرجان لما كنا بنبيعها نخيل فيلاز طبعا ب 2 مليون و2 مليون و500، دلوقتي وصلت كام؟ النهارده وصلت 5.2 5.3 5 مليون. يعني الضعف تقريبا. بلس ان الفيلا اللي عليها ديماند عاليه جدا، مفيش افيلابيلتي في السوق. لكن لو الكلاينت بادجته محدوده تنصحه انه يروح لليونتس الاصغر. اليونت الاصغر لو مستثمر، ثم 1 بدروم ثم 2 بدروم لو مستثمر. انما لو حابب يسكن، هو اللي يجاوب على السؤال ده. أكيد حجم عيلته قد ايه بالظبط، هو لوحده ولا مع النيد اللي عنده قد ايه بالظبط. صحيح. باختصار. السؤال الثاني لعزيز: ايه المواصفات اللي تخليك تقول عن مشروع انه مشروع ناجح استثماريا من وجهة نظرك؟ هنرجع للسؤال الاولاني برضو، اللي بيدور على سيكيورتي او على اوبورتيونيتي. في النهايه لازم يكون الديفلوبر تراستد جدا، يكون ان هو بناياته مطلوبه والناس بتحب تسكن في البنايات بتاعته او بتحب تشتري في البنايات بتاعته بشكل عام. اللوكيشن يكون ناجح، يكون على البحر، قريب من برج خليفه، قريب من البيزنس باي، قريب من كذا من في عوامل زي ما قلت لك، عوامل جذب، يكون قريب من عوامل الجذب، قريب من المول، قريب. دي كلها بتخلي المشروع استثماريا ناجح. هيكون في هاي ديماند سواء في الريسيل سواء في الايجار. بيمنت بلان زي ما قلنا، تاني بنرجع ونقول البيمنت بلان. حاجه تانية برضو مهمه جدا، قد ايه انا بدفع في قد ايه. في كتير جدا من الناس بيشترط او بيشوف ان فكره بوست هاند اوفر بيمنت بلان هي دي انجح حاجه. مش بالضروره. انا لو في مشروع النهارده بيدفع 20 مثلا او 40، حتى 40 60 لحد الاستلام وال60 عند الاستلام، انا بشوف ده احسن من مشروع تاني بيدفع مثلا 70 30 بوست هاند. لان في النهايه انا لو اوبورتيونيتي بيز، انا يهمني ان انا اوصل للهاند اوفر وانا دافع اقل مبلغ ممكن. فدي كلها عناصر بتخليني اقول ان المشروع ده ناجح استثماريا. بالارقام كلامك صح. بالظبط. سؤال تاني: هل في عقارات سعرها بيزيد وتعمل ارباح اكتر من عقارات تانية؟ اكيد في، بس اكيد اللي بيسال عاوز يعرف دلني على العقارات اللي بتزيد اكتر من العقارات انت تعرف السؤال ده باختصار اشتري ايه؟ اولموست يعني غالبا هو اللي بيسال كده. ادينا الاجابه. في العقارات اللي بتبقى في الهوت برايم لوكيشن زي الداون تاون او بيتش فرونت او دبي كريك، او الحاجات اللي بتبقى فيري هوت لوكيشنز، بيكون عليها دايما ديماند، بيكون عليها دايما طلب، وكمان الايجارات بتاعتها بتبقى عاليه من اللوكيشنز الثانيه السكنيه. اي حاجه قريبه من المترو غير بعيده عن المترو اكيد. لازم وانت بتختار يكون معاك مستشار ناجح قوي شاطر يقدر يوجهك ويقدر يديك المعلومه الصح. يعني بنقدر نختصر الكلام كله في حته اللوكيشنز والاد فاليو اللي بتبقى للعقار. انا مش مجرد، انتوا عارفين العقار وانت عارف يا احمد، العقار مش بس مساحه انا بشتريها، لا، العقار بلس 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 امينيتيز فاسيلتيز اتراكتيف بوينتس حوالين العقار. العقار مش طوب وزلط، لا، العقار حاجات كتيره قوي، لايف ستايل، حاجات بتضيف. المتوقع العقار ده بعد 10 سنين بالظبط، شكلها الفيوتشر بالظبط، المطور والمانجمنت والافتر سيل مانجمنت، لا، حاجات كتيره قوي. لازم يكون معاك حد يساعدك وانت بتختار العقار. بالظبط. نروح للسؤال الثالث عزيز: الافضل للمستثمر انه يستثمر فلوسه كلها في عقار واحد ولا يفضل انه يستثمر في اكتر من عقار؟ اكيد الاجابه محسومه في الموضوع ده، يستثمر في اكتر من عقار. ويكون احسن لو مش في نفس البروجكت، لانه في النهايه هو خلي بالك كل اللي احنا بنقوله دي توقعات، ان شاء الله تكون صحيحه ومظبوطه بنسبه كبيره بيزد اون الهيستوري بتاع دبي ماركت وبيزد اون الكيسز اللي احنا قابلناها والحاجات اللي شفناها. بس في النهايه وارد ان يحصل العكس ده، زي ما حصل في 2020 في الكوفيد. الدنيا اختلفت تماما. فالقصه كلها في انت لو عندك مثلا مبلغ معين بتستثمره، لو انت بتستثمره في 3 وحدات 4 وحدات، افضل بكتير ما تستثمره في وحده واحده. لان في حاجات ممكن انت نفسك ممكن تبقى داخل بنيه الاوبورتيونيتي بيس، انت عاوز تعمل بريميوم من ورا الكام يونت دول وتمشي. بس قدام شويه بتلاقي والله لا، ممكن المشروع ده يعمل ROI اعلى من اي مشروع انا شفته في حياتي. لا، خليني اغير البلان شويه، خليني ابيع يونتين واعمل من وراهم بريميوم واجر يونتين واعمل من وراهم ROI.
حاجه تانية مهمه قوي، ان الفلوس اللي معاك بدل ما تحطها في بروجكت واحد، اي ثينك انت لو نوعت الانفستمنت ممكن حتى ساعتها لو انت داخل برضو بنيه السكيورتي بيز وعاوز تعمل ROI، حصل اي ظرف في النص، حصل اي دروب واحتجت ان انت تسيل فلوس من دي، مش بالضروره انك تعمل اكزيت من الماركت كله، تعمل اكزيت من يونت من يونتين اسبير النيد اللي عندك والاماونت اللي انت محتاجه. فانا بشوف ان فكره ان الكلاينت ينوع استثماراته طبعا دي شيء مفيد صح جدا. كلام. ما هي توقعاتك لسنه 24 والمجال العقارات في ال5 سنين الجايين؟ حلو السؤال ده بقى، ادينا. انا اتسالته وانت كمان اتسالت. السؤال ده يعني من اكتر الاسئله فعلا. صحيح، واضح ان الناس اللي بتسال كلهم مركزين في الحته دي. السؤال ده على فكره انا بتساله كل حلقه وتقريبا في كل قعده تقريبا الناس عايزه البلوره السحريه. السؤال ده انا بتساله كل يوم. والله بجد، يعني لو في بلوره سحريه تقول لنا. بالزبط. بس احنا يا جماعه كل الاراء بتاعتنا اللي هنقولها هي توقعات بناء على ارقام وبناء على الماضي، السنين اللي فاتت ايه اللي حصل فيها. وباختصار كلمه عقار مع وقت، يعني عقار تضيف عليه عامل الزمن، دي المعادله انك هتلاقي النتيجه بالزبط. ارتفاع في الاسعار. بس باختصار صحيح. توقعات ال 2024 هنفضل في الارتفاع دوت مينيموم من 20 ل 30% ارتفاع في الاسعار. ميك سنس. يعني ده اي جارانتي، يعني ده انا اي بليف. لو ترجعوا لفيديوهاتنا على اليوتيوب انا قلت الكلام ده من 2 ومن 3. مظبوط. كنا دايما نقول يا جماعه العقارات رايحه في الطالع، يا جماعه العقارات رايحه في الطالع. على فكره انا بقولها وانا متاكد ومطمن بنسبه 100% كلامي مش هيطلع غلط خالص مش هيطلع غلط. انا احب اضيف حاجه على اللي انت قلته، حتى لو في كوريكشن او تصحيح في الماركت ده بقى مدته من 3 ل 6 شهور، ان الاسعار تتراجع شويه او تثبت شويه، بس مش بالنسبه المخيفه اللي تخوف. ده بيحصل علشان اي سوق لازم يحصل فيه معادله بين الطلب والعرض. انت عارف يا احمد، في ميزه في العقار، حتى لو السعر ثبت او تراجع بس ستيل بيجيب لك رنت، ستيل بيجيب لك عوائد. مليون في المية. وفي ميزه حلوه، انا حتى لو السعر نزل انا مش مضطر ابيع. بالظبط. انا ممكن استنى لما السعر يزيد، لكن اقصد اقول لك لو حصل كوريكشن او حاجه زي كده، فهي مش نزول في سعر العقار قد ما هي زي ما بيقولوا ايه، دفع للامام. يعني السعر بيتراجع شويه عشان يعادل الطلب، فالطلب يزيد شويه فيبدا السعر يرجع يطلع من تاني، لان في النهايه لازم الناس تكسب من هنا، ده اللي بيعمل المكسب. فانا متفق جدا معاك في اللي انت بتقوله. صحيح. نروح للسؤال الرابع العزيز. السؤال بيقول ايه اللي يخليني استثمر في دبي وهي مش بلدي؟ سؤال حلو جدا. اللي يخليك تستثمر في دبي وهي مش بلدك، مبدئيا سوق العقارات في دبي من افضل الاسواق في العالم. اي حد انت يعني السؤال بيقول ليه يخليني استثمر، فانت مش بالضروره انك تحب دبي او تسكن فيها، انت بتستثمر براس المال ملوش وطن. يعني انت لو عاوز تستثمر في اي حته هتستثمر. فالفكره هنا ان دبي بلد مرغوبه من كل جنسيات العالم، مفيش اي ريستريكشن على ان اي حد يجي لدبي. يعني اذا انا فاكر الارقام صح، كان في ريبورت عن النص الاولاني من سنه 23 ان دبي استقبلت 8.55 مليون فيزيتور، وده كان في نمو عن السنه اللي فاتت، عن النص الاولاني من 22 من كان تقريبا 21%. فمعنى كده ان الاقبال بيزيد. بالظبط، السياح بيجوا بزياده عن كل سنه، فده معناه ان في طلب زياده على الايجارات. واي ثينك ان اي حد عايش في دبي بقاله 2 سنين يقدر، حتى هو مش مستثمر او حاجه، يقدر يحدد هو كان بيدفع كام ايجار من 2 في ال1 بدروم، في الاستوديو، في ال2 بدروم، وبيدفع كام النهارده. فاي ثينك ده اجابه، يعني ده خط عريض. ده انت اكيد انت عارف، انت لو انت مؤجر كنت بتدفع كام والنهارده بتدفع كام. لو انت اونر عارف اليونت بتاعتك كانت بتجيب ايجار كام، بقت بتجيب ايجار كام. حاجه تانية، فكره القانون هنا في دبي بلد قانون، كل حاجه محكومه بقانون يمشي على كل الناس. الميزه ان هنا الديفلوبر ملزم بقانون، الباير ملزم بقانون، التننت اللي بيأجر منك ملزم بقانون، كل حاجه هنا خاضعه للقانون، which is حلو جدا لكل الاطراف. دي نقطه تانية. النقطه الثالثه، معدل النمو في دبي عالي جدا 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 بشكل مرضي لاي انفستور. حاجه رابعه مهمه جدا، ان العمله هنا في دبي ستيبل جدا، العمله مرتبطه بالدولار، فانت قيمه فلوسك، حتى ما بنتكلمش عن نمو في سعر العقار، بنتكلم عن ان انا استثمرت مليون درهم فهو almost $330,000، هم لسه زي ما هم، المبلغ زي ما هو. حاجه اخيره مهمه جدا، في حاجه اسمها D33 دبي 33، دي الفيجن بتاع دبي لغايه سنه 33، يعني almost 10 سنين جايين. المفروض ان في الرؤيه دي في اهداف محطوطه، الدخل بتاع دبي هيوصل كام، عدد الفيزيتورز هيوصلوا كام، البروجكت اللي هتتعمل قد ايه،
ايه، بحجم قد ايه، التطوير اللي هيحصل على قطاعات كتيره جدا هيبقى شكله عامل ازاي. فالارقام اللي موجوده طبعا لو في وقت هنتكلم اكتر عن الحاجات دي، بس انا يعني بحط زي جايد لاينز كده للكلام ان دي 33 اي ثينك الناس كلها تقدر تشوف يعني تعمل سيرش على مخطط دي 33 معروف وبروميسنج جدا. بالظبط ايه اللي هيحصل في دبي الفتره الجايه. اي ثينك ان لو حد دخل بس قرا اول صفحه او صفحتين من دي 33 هيعرف ليه استثمر في دبي وهي مش بلدي. انا اتفق معاك. علاوه على ذلك الناس بتروح بتشتري اسهم تسلا واسهم جوجل واسهم وبتعمل بروفيتس، وفين الاسهم؟ بالظبط في النهايه هو بيشتري حاجه فيرتشوال بالظبط، سهم يعني انت خلاص انت خدنا فلوسك انت بقى عندك سهم. احنا في الاخير بنتكلم فين المكان مفيش يعني فاهمني. في النهايه انت هنا بتستثمر في دوله قائمه ناجحه في اصول في اسيت اكيد. طيب لو معاك مبلغ تحت المليون ولو معاك مبلغ تحت ال5 ملايين تنصحني بايه او تنصحني استغلهم ازاي؟ جميل، سؤال حلو، سؤال واسع قوي تكنيكال قوي هياخد كلام كتير. برضو الاجابه انا بحب قوي الاجابه دي على حسب انت عاوز تشتري ليه. معاك اقل من مليون، معاك 500,000 مثلا، ايه الخطه بتاعتك؟ عاوز تشتري عشان تسكن ولا عاوز تشتري عشان تأجر تاخد عوائد اجاريه، ولا عاوز تشتري عشان ترجع تبيع تاني، تشتري حاجه مستعمله او حاجه قديمه شويه مستهلكه تعمل لها رينوفيشن وتجددها وتفرشها وتبقى اد فاليو على العقار وترجع تبيع بمكسب؟ على حسب الخطه بتاعتك اقدر اقول لك. طب خلينا نستك مع المثال اللي انت قلته ده، 500,000 وعاوز اعمل ايجار وعاوز تاخد عوائد ايجاريه. طيب من اول يوم مش عاوز تشتري حاجه تحت الانشاء، انت ال 500,000 جاهزين في ايدك. خلينا نقول جاهزين. هندور في السكندري ماركت على حاجه تكون سعرها لقطه، استوديو او غرفه وصاله في مكان كويس جاهزه للايجار وفيكن، هناخدها هنعمل لها رينوفيشن، هنفرشها فرش كويس ونأجرها عقد سنوي دفع شهري. لانه 500,000 مش هنعرف نروح لا داون تاون ولا مارينا ولا بيزنس بي اطلاقا، لا يمكن. فده هنبقى في المناطق اللي هي كلاس بي، جي في سي، جي في تي، ارجان، فورجان، نقدر نجيب فيها يونت. خصوصا كمان ان الكلام بيدور على عوائد ايجاريه، فهو عاوز منطقه تكون هاي ديماند، مش لازم تكون برايم لوكيشن بس تكون هاي ديماند في بالظبط. انا برشح جدا الفورجان، اي حاجه قريبه من المترو هتديك عوائد. انت ممكن تأجر ب5 و6 في الشهر، والاسعار هناك ممكن تحصل فعلا استوديوهات بالارقام دي. باقل من تحت ال500,000 تقدر تحصل استوديو. طيب لو رحنا للتايب الثاني ابو تحت ال5 ملايين وعاوز يستثمر، انصحك بالتاون هاوس والفيلا. اي تاون هاوس وفيلا تقدر تحط ايدك عليها وانت مغمض، جاهز او تحت الانشاء. يعني زي ما انت قلت في النهايه على حسب انت عاوز ايه وتدور. لازم انت اللي بتجاوب، انت اكتر حد يجاوب على السؤال ده. منطقي. السؤال الخامس لعزيز، هل تتوقع ان تحصل فقاعه عقاريه في السوق؟ او كلمه فقاعه عقاريه دي عشان الكلمه دي بتثير عندي دايما هواجس كتير لما بسمعها. تشرح لنا فقاعه عقاريه اي سوق عقاري ان جنرال وبالذات لو في دبي اباوت دبي؟ خليني اقول لك فكره فقاعه عقاريه ان احنا الاسعار تبقى اوفر فاليو. يعني العقار ابو مليون من كتر الطلب عليه سعره وصل 1.5 مليون و2 مليون، هو ما يسواش كده، مفيش ما يدعو ان هو يبقى كده، مش لان هو بيجيب عائد معين او ان هو قيمه الارض في المنطقه بقت تسوى كام، او ان في مثلا في المنطقه دي مول فتح، طريق فتح، مدرسه، وات ايفر حصل عمل اد فاليو للمنطقه. ان هو العقار هو والمنطقه هي بس عشان في ديماند عالي على المنطقه، في طلب كتير، فالعقار اللي كان بمليون بقى يسوى 2 مليون. هنا في الحاله دي قاع لان في مجموعه انفستورز دخلوا الماركت وعاوزين يشتروا الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. طيب الناس دي لما تشتري ويحصل ستابيليتي في الماركت، لما يجي يعمل ريسيل، لا هو العقار ده يسوى مليون فهو هيبقى بمليون. هنا فكره الفقاعه. طيب هل ده بيتحقق في دبي ولا لا؟ تتوقع انه يحصل في دبي؟ خلينا نتكلم على ارض الواقع دلوقتي. مفيش حاجه اسمها فقاعه في دبي خالص دلوقتي لسبب صغير، لان الديماند عمال يزيد، فده ما يخوفش اي وديماند حقيقي، جدا. لان اعتقد ان لو في اي بروكر بيسمعنا دلوقتي او بيتفرج علينا هيبقى عارف ان مشكلتنا النهارده بقالنا اكتر من سنه ونص، مشكلتنا في اليونتس. احنا نلاقي يونتس للكلاينت، مش ان احنا نلاقي كلاينتس يشتري. المشكله دلوقتي بقت في انت ازاي توفر يونتس للكلاينت اللي عندك. فالفكره كلها هل في طلب؟ في طلب حقيقي جدا حقيقي. انت بتتكلم في المستقبل. يدل على كلامك يا احمد ان مفيش حيتان في الماركت، يعني اللي بيشتروا معظمهم اند يوزرز. خليني اقرا لك التقرير اللي صادر من دائره الاراضي والاملاك عن مجمل 23. مبدئيا امبارح اللي هو كان يوم 28 ديسمبر اخر يوم عمل الاراضي والاملاك للسنه 23، حجم التعامل امبارح كان 3 مليار و180 مليون. ده الامبارح بس. توتال السنه كلها من 2/1 لحد 28 ديسمبر امبارح كان 154 مليار
603 مليون. لو شفنا عدد الترانزاكشنز نفسها كان 521,660 ترانزاكشن. ده يدل على ان صغار المستثمرين، الله ينور عليك، ده يدل على ان الموضوع كله هو عباره عن يونتس من مليون و2 مليون و3، او الماجوريتي بتاعت الترانزاكشنز كده. مفيش حيتان دخلوا اشتروا مثلا كميه اراضي، اشتروا طورات على بعضها، اشتروا الموضوع كله زي ما انت قلت اند يوزر او سمول انفستر، اللي هو بيشتري يونت، يونتين، 3 يونت. وده اللي خلي بالك بيدور عجله الاقتصاد اكتر، وده اللي بيقوم عليه الاقتصاد الحقيقي، وده اللي بيعمل اد فاليو، ده اللي صح. بيكسب الناس. ان انت النهارده اشتريت يونتين، بعت واحده منهم واجرت واحده، وانا خدت يونت منك فاجرتها، فانت كسبت في اعاده البيع وانا كسبت في الايجار. الفكره هنا ان الاقتصاد كله بيدور حوالين الناس دي، مش حوالين الهوامير الكبار زي ما بيسموه. طيب لو شفنا الديلي راننج ريت، يعني لو قسمنا عدد حجم المعاملات على عدد الايام بتاعت السنه دي مثلا 1.44 مليار و440 مليون لليوم. طبعا هي حسبه رفلي، اللي هو بتقسم، مش حسبه حقيقيه، بس بنحسب الافرج بتاع اليوم مليار و440 مليون، في حين ان الافرج بتاع 22 كان مليار و100 مليون. يعني معنى كده ان في نمو 340 مليون في اليوم، اللي حوالي تقريبا 30%، المست 32 31 بوينت سمثينج، يعني 31 ل 32% جروث. تعال نشوف عدد الترانزاكشن بتاع السنه اللي فاتت بالنسبه لليوم، 321 الف معامله يوميا. السنه دي 427 الف معامله. معنى كده ان الزياده اللي حصلت دي زاد قصادها وحدات، مش عشان السعر غلي. خليني معلش اقف عند النقطه دي مهمه قوي، لان واحد هيقول لي طب ما احنا النهارده ال 330 مليون دول زادوا عشان السعر غلي، فهم نفس ال 1000 يونت اللي بيتباعوا، هم نفس ال 1000 يونت، بس بدل ما كانوا بمليون بقوا بمليون و100. لا، عدد الترانزاكشنز، عدد الترانزاكشن اختلف. معنى كده ان لسه في اقبال، معنى كده ان عدد الترانزاكشن بيزيد، عدد الانفسترز اللي بيدخلوا الماركت بيزيد. ده كله بيخلينا اقول ان مفيش فقاعه هتحصل، اللهم الا يا رب ما يحصلش الكلام ده، يحصل كوفيد جديد او يحصل حاجه ميجر عظيمه قوي. في سؤال طرأ في خيالي دلوقتي، يعني ده اعتبر سؤال مني انا، ارجوك. تتوقع 2024 توقعي انا اللي قد يكون صح وقد يكون غلط، ان العقارات في صعود. الفكره كلها فين؟ انا يعني ما بقتنعش باي حاجه غير ظروف الماركت. الماركت بيقول في ديماند، لازم السعر يزيد، ولازم الديفلوبر يتشجعوا يعملوا اكتر مشاريع. الموضوع كله بيعتمد على الديماند. ما دام في ديماند هيحصل، وانا شايف ان في ديماند عالي جدا، ولسه في مساحه لزياده السعر، وفي مساحه للابريشيشن، في مساحه لمشاريع كتير قوي تطرح. ده رؤيتي انا ل 24. لو تتذكر يا احمد، من كام يوم كنا قاعدين بنتكلم وبسالك ايه المشروع الحلو فيلل اقدر اقدمه للكلاينت بتاعي. احترنا ما لان كان عندك ليميتد بادجت وقتها. انت كنت يعني بتتكلم في بادجت 8 ل 10 مليون. از اوف ناو مفيش حاجه برايمري من الديفلوبر بالرقم ده. يعني في طلب في السوق، احنا بنقابل الكلاينت بيطلبوا، ما بنلاقيش سبلاي، مفيش افيلابيلتي عند المطورين، مفيش مشاريع ان نبيعها. تخيلوا. وهو ده اللي كنت بقول لك من شويه، ان مشكله اغلب البروكرز النهارده ان هم مش لاقيين بروجكتس للديماند اللي عندهم، على عكس من 3 سنين فاتوا كان مش لاقيين كلاينتس للبروجكتس الكتيره اللي موجوده. فكرتك حلوه صراحه. يعني السؤال الخامس، انا ليه محتاج بروكر معايا وانا بشتري عقار، او ليه لازم اشتري عن طريق بروكر؟ السؤال ده انا حبيته جدا، كنت اتمنى ان هو يجي لي في اسئلتي انا، ممكن نجاوبه سوا. بس بصراحه سؤال حلو جدا، بحيي الشخص اللي سأل السؤال ده. واكيد انت على فكره السؤال ده تقريبا متكرر يجي 10 مرات. سؤال مهم قوي قوي، لان في ناس كتيره متخيله ان هو الاسهل له انه يشتري دايركت، او الافضل له انه يشتري دايركت من الديفلوبر. بس ده سؤال مهم جدا، ويا ريت تسمعنا الاجابه. هو مش لازم على فكره تشتري من بروكر. على فكره انا اجابتي هتبقى صادمه شويه. لو انت عاوز تشتري لوحده اتفضل، بس لازم تتعلم الاول السوق، تتعلم الاول كل المعروض في السوق عشان تعرف تقارن ما بينهم. وده هياخد منك تقريبا من سنه. لو انت شاطر قوي في المذاكره وسريع هتاخد 6 شهور. 6 شهور مذاكره للسوق دي كفيله انك تخليك تقدر تشتري لوحدك. هو كده بقى بروكر. هو كده بقى بروكر. يعني في النهايه لازم يشتري من خلال بروكر. يا جماعه ما فيش حد بيشتري عقار بملايين من غير بروكر. ده انا لما رحت اشتري عربيه ب 30 40 الف اخدت معايا واحد فاهم في السيارات. صحيح. انا عربيه ب 30 40 الف استعنت بصديق بيشتغل في الميكانيكا وبيشتغل في الورش
عشان يجي يشوف السياره دي حلوه ولا لا، او يشتريها ولا لا. تخيل انت بتشتري عقار بملايين، انت محتاج حد فاهم المشروع، فاهم، بيعرف يقرا اللي اوت. مش اي حد بيقدر يقرا اللي اوت، مش اي حد يقدر يقول الشقه دي البلكونه بتاعتها هتبقى اتجاهها ايه. واحنا بنشتري للكلاينتس بتوعنا احنا بنختار الفاستو، عشان الفاستو عشان نرجع نبيع ازاي يعني. احنا هنخسر شريحه الهنود لو اخترنا يونت مش فاستو. مظبوط. الصينيين بنختار لهم اللي فيها تمانيات، اليونت نمبر. صحيح. شوف احنا كام حاجه بنراعيها الكلاينت العادي ما يعرفهاش، فلازم يكون معاك بروكر. على فكره انت لما هتروح لبروكر، البروكر مش هيشرجك. لو انت رحت اشتريت من اي مطور، من اعمار، من دماك، من ميراث، من نخيل، البروكر مش هيشرجك حاجه. لا يمكن. مظبوط. اخرج عن السؤال بس بحته كوميديه شويه كده. عميل مره بيكلمني فبيقول لي اصل انا اشتريت عقارات وخسرت فيها. فقلت له ليه؟ قال لي يعني القرار كان غلط. فسالته سؤال واحد، قلت له هو انت لما تحب ترفع قضيه على حد بتعمل ايه؟ قال لي بروح لمحامي. قلت له طب لما بتحب تصلح عربيتك بتعمل ايه؟ قال لي بوديها الجراج. قلت له طب لما بتتعب بتعمل ايه؟ قال لي بروح للدكتور. قلت له ليه بتروح تشتري عقارات لوحدك؟ يعني انت في كل حاجه بتروح لمتخصص، ليه بتروح تشتري عقارات لوحدك في حين ان دي يعني فري كونسلتنسي؟ مش هياخد منك حاجه، بل بالعكس هو هيحط ايدك على الحاجه الصح اللي تناسبك. مش بالضروره تكون احسن حاجه في السوق، بس دي احسن حاجه لظروفك. هي الفكره هنا. يعني اللي سال السؤال ده انا بحييه جدا. فعلا فكره ان انت يكون معاك بروكر هي مش هتكلفك حاجه، بل بالعكس هتوفر عليك يا اما انك تذاكر السوق كويس قوي، يا اما انك لا قدر الله تاخد قرار غلط. على فكره يا جماعه، بس هي نقطه لازم برضو نكون متوضحه. البروكر ما بيشتغلش ببلاش. العموله دي احنا بناخدها من المطور، هي نفس العموله، هي نفس العموله، مش هتتغير. لو انا بعت لك في اعمار، في دماك، في عزيزي، في ميراث، في نخيل، انا باخد عموله من المطور. رقمها كام ما بيتغيرش بالنسبه لي، مفيش فرق. بالظبط مفيش فرق ان انا ابيع لك فين، مفيش فرق. بس انا هبيع لك ايه اللي يناسبك، ايه افضل اختيار ليك، واكتر حاجه هتعمل منها ارباح. هنا انا بوجهك. انما انت عاوز تشتري لوحدك، اتفضل اشتري لوحدك. بس نصيحه ليك، ما تشتريش عن جهل او بدون علم. لازم تدرس السوق، لازم تعرف الفرصه والفرصه البديله، وتعرف الاختيار والاختيار الافضل قبل ما تاخد القرار. نروح للسؤال السادس والاخير لعزيز. في كتير اعلانات في السوق، ازاي اقدر احدد الحقيقي من اللي مش حقيقي؟ طيب اوكي، خليني اقول لك على حاجه. كان عندي كلاينت قبل فتره قصيره، انا اي ويل نوت تيك اني نيمز طبعا، بس الكلاينت ده قال لي انا شفت اعلان لاكس فلان، ولقيت ان هو بيقول ان انا ممكن ادبلر لك فلوسك خلال، يعني اعمل لك دبل الفلوس اللي انت هتحطها خلال 6 شهور. قال لي انت سجلت على الكامبين بتاعته واتصلت بيه، وقال لي احنا بنشتري من اعمار وخلال 6 شهور بنرجع نعيد البيع. وانا سالت الكلاينت سؤال واحد بس، قلت له انت مصدق؟ الكلاينت انفستور، يعني هو قال لي انا شاري ايه وايه وايه في بلدي، شاري ايه وشاري هنا ايه، فهو واضح ان هو ريجولار انفستور. قلت له طيب هل حضرتك مصدق الكلام اللي بيتقال؟ قال لي بصراحه لا. طب احنا بنتكلم في ايه؟ يعني في حاجات لوجيك تدخل العقل، في حاجات مش لوجيك. يعني انت النهارده لو بتقول لي تعالى النهارده استثمر معايا 1,000,000 درهم وخلال 6 شهور هرجعهم لك 2,000,000 درهم، انت ليه عايز تعمل معايا ده؟ ما عملتوش انت مع نفسك ليه؟ طيب في اي دلالات او علامات اقدر احدد منها او استشف منها انا ككلاينت او كمستثمر او كشخص مش في السوق كل يوم؟ انا وانت نقدر لما بنشوف الاعلان بنقدر أكيد. نعرف أكيد. الكلام ده حقيقي ولا عن واحد لسه بيفكر يخش الاستثمار ولا مصيده. ازاي اقدر اعرف؟ زي ما قلت لك، ما دام الكلام بيميك سنس، ده نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه، في برضو حاجه عايز اتكلم عليها. انا مش عايز اقعد اقول لك انا اسمي عزيز وانا دخلت العقارات سنه كام وانا بعت بكام وانا 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 وانا. ده بشوف ان هو الكلاينت مش مهتم يسمع ده عني. الكلاينت عاوز الاوبورتيونيتي، عاوز الفرصه. فلو والله لو انا عزيز او عمر او علي او عبد الله بس هقدم له فرصه كويسه، اتس اوكي. لو انا عمري في الماركت 20 سنه، لو انا عمري في الماركت يوم، بس هقدم له فرصه كويسه، ده اللي يهمه. ففكره ان انا اقعد اتكلم عن نفسي واقول لك انا بعت ب 15 مليار وانا في الماركت من سنه 2007 ومن 2015، كل ده مش مهم بالنسبه للكلاينت. يعني انا دايما بشوف ان فكره ان انا اقعد اقول للكلاينت ارقام عن نفسي، انا بلوز الفاليو. الحاجه الثانيه والمهمه قوي، انا ما احبش لو انا بشتري حاجه، لو انا كلاينت وبشتري حاجه، ما احبش حد يجي يقول لي في تقرير زي ما انا قلت لك من شويه، قلت لك ده في دايره الاراضي، تقدر ترجع لدايره الاراضي. ما احبش كل واحد يقول لي تقرير بيقول كذا 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 وهو ده اللي بقول. لا، انا بشوف ان انت اديني الطريقه اللي ادور بيها. يعني قول لي ادخل على الموقع الفلاني ودور على كذا، زي ما انا قلت لك دلوقتي ادخل على موقع دايره الاراضي والاملاك، شوف الارقام اللي حصلت، القيم دي كلها موجوده ومثبته، لان انا مش جايبها. فاهمني؟ على فكره في حاجه ثانيه كمان يا احمد، يعني انا شفتها كتير حتى
البيج انفسترز، في الناس اللي بتستثمر بمئات الملايين، دايما عنده شخص ريفرنس بيرجع له، حتى لو هو قادر انه ياخد الديسيجن بس عنده مستشار او بروكر شاطر دايما بيخليه هو اللي يشتري له، وبيخليه هو اللي يحجز له، وبيخليه هو اللي يروح ويختار اليونتس بتاعته. عشان كده انا بشوف ان انسب حل تعرف الاعلان ده فيك ولا مش فيك انك تتجاهله او تعمل له ريفير للايجنت بتاعك، تقول له ايه رايك في التراستد بيرسون اللي انت بتتعامل معاه، اللي هو عنده الخبره الكافيه ان يقول لك ده كذا كذا كذا. وده بيحصل معانا يعني كتير. اكيد بيحصل معانا، بس الفكره فين يا مصطفى؟ انا بشوف ان الايجنت اللي بيعمل اعلان عن بروجكت وبيحاول ان هو يعني يبقى فيري سبيسيفيك للبروجكت، ده شيء كويس مش وحش. بس في النهايه انا بروكر، انا ايجنت، انا مش هقدر ابيع المشروع الفلاني لكل العملاء. لا مفيش حاجه بتتباع للكل. الله ينور عليك. ده اللي انا بقوله، ان الفكره كلها انا لازم اتكلم مع العميل، لازم افهم هو احتياجه ايه، هو غرضه ايه، عايز يوصل لفين، يعني عاوز ايه من الانفستمنت اللي بيعمله ده، وهو امكانياته ايه، ويقدر يدفع ايه، ويقدر يدفع ازاي. بناء عليه انا ما عنديش مشكله، زي ما انت بروكر فانت بتبيع اي حاجه، كل المشاريع تقدر تبيعها. فكره ان انا لازم البروجكت ده، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش زي ما انت قلت، مفيش مشروع بيتباع لكل الناس. صح. احمد بجاوب على معظم الاسئله بصراحه، يعني استفدنا، انا عن نفسي استفدت منها، واتمنى ان انتم كمان تكونوا استفدتوا منها. في نهايه حلقتنا نتمنى انها تكون عجبتكم وكانت مفيده ليكم. استنونا في الحلقات اللي جايه، ارقامنا مكتوبه تحت، عايز تتواصل معانا ما تترددوش، لو عندكم اي استفسارات اي اسئله ما تترددوش ان انتم تتواصلوا بينا. تحب تقول حاجه يا عزيز في النهايه؟ عايز اشكرك طبعا على الفرصه العظيمه دي، مش كتير بعمل حاجات زي كده او بطلع في بودكاست، بس طبعا يعني شرف ليا ان انا اكون معاك. تسلم لي حبيبي، ويا رب يكون الناس استفادت. ده هو الغرض كله من الفكره، ان تكون الناس استفادت، نكون اضفنا معلومه للناس، وربنا يوفقنا يا رب جميعا حبيبي ان شاء الله. واذا اصبنا فمن الله، واذا اخطانا فمن انفسنا والشيطان. متشكرين ليكم جدا ومتشكرين لوقتكم. محتاجين اي استفسارات ما تترددوش انكم تتواصلوا معانا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه باذن الله. مع السلامه.